هو جاي يشوف ابنه مع مراته، يعني الفكره كلها ان الست مراته، الست مش طليقته. يعني المدام مش متطلقة منه. الهانم لسه على ذمة الأستاذ سعيد الله يرحمه. الأستاذة منفصلة عن الأستاذ سعيد بقالها 3 سنين، بس الانفصال ده من غير طلاق. هي لسه يا دوب رفع قضية طلاق من شهرين، من شهرين اتنين رفع قضية خلع. بس قالت إن هي متجوزة الراجل اللي كان معاها في العربية عرفي من 3 شهور. انت بتهزري؟ لسه على ذمة الراجل وبتتجوزي واحد تاني؟ انت كنت قولي صاحب احسن. اللي حصل بقى ان الاستاذ سعيد راح يشوف ابنه في النادي زي ما هو متفق مع مراته كل اسبوع. فالهانم راحت معاها واحد غريب. الواحد ده الاستاذ سعيد عارفه لانه كان بيقعد عنده في الكافيه، وعارف ان هو مش محترم وعلاقاته مش كويسة وله علاقات نسائية وحوارات زي كده. طبعا شافه مع مراته اتجنن. راح مين ده بيعمل معاكي ايه، هو عارفه. كلمة من هنا كلمة من هنا شدوا مع بعض. قالت ان هو تعدى عليها هي وزوجها، اللي متجوزاه عرفي من 3 شهور. فالحقيقة بقى بعد ما عرفنا ان هي لسه مراته فهمنا هو راح عمل معاها مشكلة ليه. لكن المشكلة الأكبر ان البيه اللي كان معاها كان معاه سلاح أبيض. حصل مشاجرة ما بينه وما بين الراجل التاني، والتاني كان جايب سكينة في العربية. يعني حضرتك جاي تتخانق معاه وتقتله عمد، جايب سكينة ليه؟ كان معاه سلاح، انت واخد سلاح معاك ورايح اصلا تعمل ايه؟ هو جاي معاك يعمل ايه اصلا؟ انتوا كنتوا ناويين تعملوا معاه مشكلة. كان ناوي يعوره ومش عارف ايه، يعمل حاجة بسيطة زي كده. لكن النتيجة ان الولد شاف ابوه بيموت قدام عينيه من امه وجوزها العرفي، اللي هو اصلا ما ينفعش يبقى جوزها لان هي لسه على ذمة الراجل اللي مات. ده جمع بين زوجين. دي مهزلة، دي مسخرة، دي قلة ادب. وطبعا القانون بيديها الحق تاخد الولد وتعمل ايه عايزة تعمله. القانون ده لازم يتغير. المهازل دي لازم تخلص.